كوندي يحدد موقفه من اللاعب كظهير أيمن في برشلونة. أول ردة فعل من برشلونة على عقوبة الاتحاد الأوروبي. موقف برشلونة من التعاقد مع برناردو سيلفا. كوندي يحدد موقفه من اللاعب كظهير أيمن في برشلونة. وافق الفرنسي غول كوندي مدافع برشلونة على تأدية الدور الذي يطلبه منه المدرب تشافي هرنانديز، والمتمثل بشغل مركز الظهير الأيمن في ظل عدم امتلاك النادي أي لاعب في هذا المركز بالوقت الراهن، باستثناء سيرجينيو ديست المتوقع رحيله قبل انطلاق الموسم. وأكد كوندي في أكثر من مناسبة تفضيله اللاعب في محور الدفاع، بينما اعتمد المدرب تشافي هرنانديز عليه طيلة الموسم الماضي في مركز الظهير الأيمن، الأمر الذي جعل بعض المصادر الصحفية تتكهن بإمكانية رحيل اللاعب هذا الصيف، لكن تم نفي هذه الأنباء سريعا من الطرفين. وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن تشافي هرنانديز اجتمع مع غول كوندي، وتم الاتفاق على مواصلة الاعتماد عليه في مركز الظهير الأيمن، ولم يعارض اللاعب هذا الأمر. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن ما جعل كوندي يقتنع بهذا الدور أنه لن يكون ظهيرا تقليديا، وإنما أقرب إلى مدافع المحور، لأن تشافي هرنانديز سيعتمد على خطة 3-4-3، بحيث يكون أليخاندرو بالدي جناح في خط الوسط، بينما يبقى كوندي كمدافع على الجناح الآخر. أول ردة فعل من برشلونة على عقوبات الاتحاد الأوروبي. قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا توقيع غرامة مالية قدرها 500 ألف يورو على نادي برشلونة لإعلان خطأ في أرباحه في السنة الماضية 2022، وسوف يستعد قسم الخدمات القانونية في البارسا لاستئناف القرار. فبعد أن علم قسم الخدمات القانوني في نادي برشلونة يوم الجمعة بالقرار، اتخذ على الفور إجراءات استئناف العقوبات الاقتصادية أمام لجنة الاستئناف. كانت العقوبة التي تم توقيعها من قبل الاتحاد الأوروبي ضد نادي برشلونة بسبب الأرباح عن تصرف في الأصول غير الملموسة، بخلاف انتقالات اللاعبين التي لم تعتبر دخلا داصلة وفقا للوائح. كما فرضت لجنة المراقبة المالية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غرامة قدرها 300 ألف يورو على مانشستر يونايتد وكونيا سبور وأبويل 100 ألف يورو لكل منهما. سيذهب برشلونة للاستئناف، وإذا لم يتم الحصول على النتيجة المتوقعة سيذهب النادي الكتالوني إذا لزم الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضي الطاس. رغم ذلك في الواقع كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا قد أبلغ برشلونة في نهاية يونيو أنه سيكون في قرعة مرحلة مجموعات من دوري أبطال أوروبا بعد انتهاء التحقيق في قضية نيغريرا من قبل أعلى هيئة في كرة القدم الأوروبية. موقف برشلونة من التعاقد مع برناردو سيلفا. ذكرت التقارير الصحفية الإسبانية بأن برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي يرحب بفكرة الانتقال إلى برشلونة، كما زميله الألماني إلكاي غوندوغان، ولكن يجب معرفة ما إذا كان البارسا جاهزا لذلك. بدأ برشلونة بالفعل بداية جيدة لفترة الانتقالات الصيفية من حيث الاستخدامات الجديدة، حيث وقع كل من إلكاي غوندوغان وإنيغو مارتينيز وفيتور روكي، ومع ذلك لم يتم الانتهاء من العمل حتى الآن. يقال بأن برشلونة مهتم بالغاية بالتوقيع مع برناردو سيلفا زميل غوندوغان السابق في فريق مانشستر سيتي، ولكن قد يكون من الصعب إبرام هذه الصفقة بسبب وضع النادي المالي السيء. وقال تقرير أخير بأن برناردو يريد الانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، ويرى هو وكيله بأن الصفقة ممكنة، حيث يأملون بأن يقوم مانشستر سيتي بتسهيل عملية الانتقال. ولكن برناردو لن ينتظر برشلونة طويلا على الرغم من ذلك، حيث يريد حسم مستقبله في وقت قريب. وبالنظر إلى عدم مغادرته للسيتي حتى الآن، فإن قد يكون من الصعب تلبية طلبه.